عصير جهينة، اشرب طبيعي، تتكلم طبيعي. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، وأنا سعيد جدا أن أكون معاكم عبر هذه الشاشة المتميزة، شاشة قناة الفراعين. بجد يمكن أنا مش عايز يعني أبالغ عندما أقول أن أنا مش لاقي كلام أقوله أعبر بيه عن فرحتي، وأنا في أول حلقة من حلقات برنامجكم فراعين الكورة، اللي هتكون فقراته كلها بإذن الله تعالى فقرات متميزة. سعيد جدا اني انا تحتضني قناة الفراعين في ظهور اتمنى ان يكون على قدر ثقة مسؤوليها وقدر ثقة كل المشاهدين فينا. نجتهد من اجل ان نأتي لكم بكل ما هو جديد وكل ما هو متميز. قبل ما اتكلم عن فكرة البرنامج بصفة عامة، لازم ابدأ بشيء هو واجب عليا. احنا تعبنا جدا، يعني مش عايز اقول او انسى حد، ولكن خلينا اقول بدءا من رئيس القناة الدكتور توفيق عكاشة. احنا بنتكلم في هذا المشروع منذ ما يقرب من 8 اشهر، وقبل ال8 اشهر كان هناك كلام وان كان من بعيد، ولكن فعلا حضرنا صح وعقدنا العزم وتوكلنا على الله ان نقدم رياضة بشكل جديد. هذه الرياضة لكي تكون بهذا الشكل الجديد لابد أن يكون فيها التميز بالمصداقية. لسنا مع أي أهواء أو أي ألوان، وإنما شعارنا في قناة الفراعين وداخل برنامج فراعين الكورة كل ما هو جديد وكل ما هو متميز. لا نبغى إلا وجه الله عز وجل وإرضاء ضميرنا، وأن نقدم إعلام هادف من خلال قناة هادفة أخذت لنفسها خطا هو الدفاع عن كل قضايا الفقراء. فما بالكم من أندية مصر التي أصبحت أكثر فقرا في ظل غلاء كل ما يخص كرة القدم المصرية وكل ما يخص الرياضة. الحديث عن البرنامج بصفة عامة، يمكن عندنا فريق من الإعداد، أتمنى أن يكون عند حسن ظنكم فريق من المراسلين، ضيوف على أعلى مستوى. معي ومعكم سيكون اثنين من العيار الثقيل في عالم كرة القدم المصرية والرياضة، هم خبراء بمعنى الكلمة. يجددوا ظهورهم عبر شاشة الفراعين وبرنامج فراعين الكورة بالتناوب اسبوعيا. سيكون معي احد الخبراء المتميزين ورئيس نادي النصر الناجح جدا الدكتور عمرو عبد الحق، وايضا سيكون معي كمحلل ثابت المهندس هشام قطب، احد خبراء الرياضه والمشرف العام على الكره ايضا في نادي النصر. البرنامج فيه فقرات ثابته، اعتقد انها ستكون مفاجاه. الفقره العالميه بشكل متميز وجديد، وايضا سيكون معي فقرة هي الأولى من نوعها في برنامج رياضي، فقرة إصابات الملاعب مع صديقي الدكتور هيثم سليمان. والدكتور هيثم هيعمل لكم حصر على مدار الأسبوع لأهم الإصابات في كل ملاعب العالم، وهيكون معاه كل أسبوع مفاجأة من المفاجآت اللي بتحبوها، حتى نلقي الضوء على إصابات الملاعب في مصر، وفي نفس الوقت يكون لينا هدف وهو مساعدة أي محتاج. هيكون معانا عمليات مجانية، هيكون معانا أكثر من 4 وصولا إلى 5 أشخاص سيتم الكشف عليهم بشكل شهري من لاعبي كرة القدم في الأندية الفقيرة والمحتاجة على مستوى الجمهورية، وسيتبنى البرنامج علاجهم من A إلى Z بشكل متميز وشكل كبير جدا. أيضا سيكون معنا العديد من القضايا، سنهتم جدا بقضايا كرة القدم والرياضة المصرية، سنهتم جدا بكل أخبار ملخص هذا البرنامج، أننا نأتي لكم بأهم أخبار كل الأندية المصرية في أسبوع، نحصر ونحصد كل ما يدور داخل قلعة الأندية المصرية وداخل قلاع الاتحادات الرياضية، ونأتي لكم بكل ما يستوقفنا. وما دام استوقفنا حدث فثقوا أنه سيكون مهم، وسننبش وننقب حتى نأتي لكم بكل ما هو جديد فيه بشكل كويس. أيضا هيكون معايا نجوم، ونجوم من العيار الثقيل.
سيكون معي نجوم من النادي الأهلي، نجوم من نادي الزمالك، نجوم من النادي الإسماعيلي، نجوم من نادي الاتحاد، نجوم من النادي المصري، رؤساء الأندية. سنأتي إليكم في قناة الفراعين بنجوم من العيار الثقيل. الكلام عن البرنامج كلام كتير، ولكن يلا نقفل صفحة الحديث عن البرنامج ونتحدث سويا عن فقرات اليوم. أولى فقرات برنامج فراعين الكرة. فقرتنا النهاردة الأولى ستكون من داخل نادي الزمالك، واخترنا أن نبدأ بنادي الزمالك لأن الحدث الأهم والأكثر سخونة بعيدا عن البساط الأخضر هو نادي الزمالك في قضيتي شيكابالا وجده. هنبدأ مع شيكابالا. قبل ما نتكلم عن شيكابالا خلينا أقول لكم أن نادي الزمالك هناك اختلافات كثيرة حول هذه القضية. في تقرير أعده فريق الإعداد بشكل متميز، وزميلي الأستاذ شريف الجمال أعد لكم تقرير عن مجمل قضية شيكابالا منذ أن وقع شيكابالا لأندرلخت البلجيكي في يونيو الماضي وحتى الآن. نسمع تفاصيل القضية وتفاصيل تقرير محمود عبد الرازق شيكابالا، واستقبل بعد التقرير مباشرة ضيفي المهم جدا الدكتور عمرو عبد الحق، رئيس مجلس إدارة نادي النصر وعضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم. احب اوجه رساله لكل مشجعين الكوره اللي فاتهم جون ابو تريكه العالمي في ماتش الصفاقسي. الاجوان هتفضل تفوتك لانك اكيد كنت بتشرب كده. عارف لو بتشرب كده مش هيفوتك ولا جون. عصير جهينة، اشرب طبيعي، تتكلم طبيعي. والتاني على شماله والتالت على شماله، هوبا يا نهار ابيض، يا نهار ابيض عليك، يا نهار ابيض عليك يا شيكابالا، يخرب عقلك يا راجل، يا نهار ابيض. هلا 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 سبايس يا شيكابالا يا حراق. ما زال محمود عبد الرازق شيكابالا يواصل مسلسل مراوغاته مع نادي الزمالك، فعلى الرغم من المحاولات المضنية التي يجريها رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لإقناع شيكابالا بالتجديد، إلا أن اللاعب اتخذ قرارا نهائيا بينه وبين نفسه بالرحيل إلى نادي اندرلخت البلجيكي عن طريق المادة 17. يا نهار ابيض عليك، يا نهار ابيض عليك يا شيكابالا، يخرب عقلك يا راجل، يا نهار ابيض. هلا 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 هلا. هذه المادة التي تسمح له بالرحيل عن القلعة البيضاء ما دام لم يبلغ سن 28 من عمره ومر على تواجده مع ناديه 3 سنوات. هذه المادة التي من خلالها يجوز لشيكابالا أن يفسخ عقده طالما لا يرغب في التواجد داخل جدران ناديه، مع منح النادي تعويضا ماليا ليس إلا. لقد هان الزمالك على شيكابالا، وهانت جماهير النادي الأبيض العريق على قلبه الفظ الغليظ، وكتبت يداه ظلما وافتراء سطورا مأساوية لن ينساها له أبناء ميت عقبة. لقد خطت يداه رغبته في الرحيل، وكتب مع أصحاب المصالح والأموال عقد الاحتراف المشبوه إلى اندرلخت البلجيكي. وعلى الرغم من نفيه المطلق لهذا التوقيع، إلا أن مسؤولي النادي البلجيكي أكدوا حصولهم عليه منذ شهر يونيو الماضي، وهو التوقيت الذي طلب فيه شيكابالا الرحيل عن الزمالك، مما جعله يتراجع ويعترف بالتوقيع. ورغم نداءات المحبين عاد شيكابالا إلى ترديد نغمة الرحيل. وفي ظل رفض القلعة البيضاء لفكرة رحيل اللاعب، فاجأنا شيكا إلى طرق أخرى لتنفيذ المخطط، فتمرد عمدا على مديره الفني حسام حسن، ولولا محاولات أعضاء مجلس الإدارة لإعادته إلى رشده لظل في بيته ينتظر السفر بين الحين والآخر. ووسط هذا وذاك فاجأتنا صحيفة الأخبار المصرية أول أمس الجمعة
بتقرير خطير ومن العيار الثقيل عندما أعلنت أن شيكابالا وقع للأهلي المصري سرا منذ 3 شهور، وأنه سينضم إلى القلعة الحمراء في بداية الموسم القادم. وراح الزمالك يستدعي محاميا إيطاليا للدفاع عن حقوقه في اللاعب، وراحت جماهير الزمالك تنتظر. ما يقال عن توقيع شيكابالا للأهلي أقرب سيناريو للصواب، لأن أي احتراف أوروبي عبر هذه المادة مكتوب عليه بالموت أو الفشل، وهو ما اصطدم به عصام الحضري بعد رحيله هربا إلى نادي سيون السويسري في 2008، مستغلا نفس الشروط التي يريد أن يستغلها شيكابالا. وبعد رحيله من الأهلي لم يتمكن من التعاقد مع أي نادي أوروبي، فتحطمت أحلامه مثلما تتحطم الآن أحلام شيكابالا. فهل يكون شيكابالا صفعة الأهلي القادمة للرد بنفس الطريقة على تعاقد الزمالك مع الحضري، أم أن ممدوح عباس ورفاقه سيكسبون الجولة هذه المرة وينقذون ناديهم من مؤامرة قذرة بطلها مادة الهروب رقم 17 صاحبة المآسي والمحازن؟ دعونا ننتظر ما تسفر عنه الأيام. رجعنا لكم مرة تانية. ده كان كل مجمل قصة شيكابالا من أول ما طرح موضوع احترافه مع نادي انترلخت، على الرغم من أن ما زال له في عقده مع الزمالك ما يقرب من عام ونصف، ولكن ما بين المادة 17 وتكرار الهروب، هل سيبقي الزمالك على لاعبه محمود عبد الرازق شيكابالا؟ وهل ما طرحه زميلنا ياسر عبد العزيز في جريدة الأخبار يوم الجمعة، يعني احنا باعتبار ان احنا بعد الساعة 12 في يوم الأحد، أول أمس يمكن ياسر عبد العزيز فاجأنا، شيكابالا يخلع من الزمالك على طريقة الحضري ويعود للأهلي في يناير. ده اللي كتبته جريدة الأخبار، وعمل بلبلة جامدة على مدار ال 48 ساعة أو الساعات الماضية. دكتور عمرو، الأول يعني خليني أقول لك قبل ما أسأل حضرتك. مش ترحب بيا الأول؟ لا، أنا رحبت بيك قبل الفصل. لا، خليني اقول لك قبل ما اسال حضرتك يا دكتور، انت شايف ان فعلا حاله الفوضى الموجوده في الانديه المصريه ادت الى ان كل لاعب يفكر يمشي بطريقته الخاصه؟ ما هنا بقى في ظل ان اللوائح زي ما بنقول لوائح مطاطه ومرنه ومحدش فاهم حاجه، وما عنديش حاله زي حاله اخرى، فدي بتدي فرصه للتلاعب. بس خلينا نتكلم في حاجه مهمه قوي. اتفضل. نادي الزمالك هنا في ازدواجيه فيما يخص قصه شيكابالا. آه. شيكابالا اقر ان هو وقع